شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا محترمين في كل مكان. النهارده رحنا نجرب أو نجس دور الغلة اللي احنا عرفناه. طبعا دور عشوائي وهنقعد عليه شوية كده نشوف الدنيا فيها ايه. أنا عارفه مرة واتنين وتلاتة، فقلنا النهارده نروح نشوف الدنيا عملت ايه. المية كلت، السمكة بقت تدخل على الغلة، الجو ده والله المستعان. لو في أي حاجة نبلغكم. السن رقم 6 والرمال 25. اللي على السن الرمال 25، والاساس اللي على المكنه 35، وسلكه الدش. ان شاء الله هنشوف الدنيا فيها النهارده وهنوريكم ايه التقرير. الطعم غله يا جماعه، الطعم جمح، الله المستعان. طبعا دي ترعه تسقي الاراضي الزراعيه، مش مصرف. دي ترعه واخده من الابراهيميه، واخده من تفرعات النيل على طول للارض الزراعيه. طبعا الارض الزراعيه ورايا، والله المستعان. ربنا يكرمنا كده ويصلح حالنا ويرزقنا. طبعا الغله ايه يا جماعه؟ ده الجمح اهو، ده الجمح. الغله اللي هي الجمح. الجمح جمح الصيد. بنقعد نحطه في الميه لمده 3 ايام او يومين لحد ما يطيب، يعني يتنفخ من الميه كده ويملى، ياخد ميته من الميه يعني. يومين، 24 48 ساعه، او ايه، او 3 ايام، والله المستعان. النبي، الصلاة على النبي، ان شاء الله. الصلاة على النبي، صلاة النبي. كله بليه من بطرخ، بليه من بطرخ يا جدعان، ان شاء الله. بليه او حجار من بطرخ، بطرخة. ولا يا جدعان، ما شاء الله، ما شاء الله. واكل ونايم مكان. السمكة الكبيرة ما بتغمس حتى، ما بتغمس. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم بارك يا رب. ولا بتغمز ولا شفت لها غمزة والله. اهي، اللهم صل على جمال النبي، اللهم بارك يا رب. الصلاة على النبي. ادي حتة بالليل برضه يا جماعة، ما شاء الله. حتة بالليل اهي على الغلة، والله المستعان. فرع الشجر ده مضايقني جا والله يا جماعة. طبعا يا جماعة الغلة لسه برضه ايه، ما علمتش عندنا، يعني كلام فاضي لسه شوية. البحر اليوسفي ما بنزلش البحر اليوسفي على الجمرة. طول ما الجمرة طالعة، طول ما انا ما بطلعش على اليوسفي. لأن اليوسفي الأيام دي برضه ايه، لما الجمرة بتظهر بيبقى الشير الصغير بياكل كتير، فبيهدر الطعم اللي معانا وكده. أي حد عايز يطلع اليوسف الأيام دي، أيام الجمرة ما يطلعش، لأن اليوسف دلوقتي بياكل شير كله عشان خاطر الجمرة عالية. شوية كده لما الجمرة تريح إن شاء الله هنطلع على اليوسف وهنعمل لكم فيديو قوي إن شاء الله. واحنا الأيام دي بنطلع برضه على الترع والأماكن الضيقة وتفرعات النيل، هي اللي بتلقط الأيام دي. بس لسه برضه إيه، الجو ما اتحسنش. على أمل ربنا يكرمنا، على في آخر الشهر ده تكون المياه كلها كانت بإذن الله. الله المستعان، وربنا يصلح حال الجميع، واستنونا في فيديوهات جديدة. السلام عليكم.